وبعد ما اكتشفت فعلا ان هو متجوز عليها وبعد تفكير عميق، هتسافر لا مش هتسافر، طب هتفتحوا في الموضوع، ما رضتش تفتحه خالص ولا تفتح اي حد. وفعلا ركبت الطيارة وسافرت من غير ما تعرف حد خالص. تمام تمام. طبعا ابن الحلال اللي كان مبلغها كان عطاها العنوان وشرح لها تركبي، هتنزلي من الطيارة تركبي كذا، هتعملي كذا، هيوصلك كذا، والوصف كله يعني مش سايب حاجة، الله يبارك له يعني. تمام. راحت مستنية زوجها، طبعا عارفة ميعاد الشغل، هيخلص شغل امتى. المعلم راح جبني الشغل لقاها في المربع بتاعه. انت ايه ازاي هو من الوهلة يا جماعة وهو مش مصدق؟ يعني انت نسخة تانية ولا ايه اللي حصل؟ ايه اللي جابك هنا؟ ولا انا اللي فين؟ ولا ايه اللي حصل؟ ما هو مش فاهم حاجة. راحت قالت له انت متجوز عليا هنا. راح قال لها لا، وقعد يتهته كده زي العربية اللي فيها بنزين على مية. راح قال لها مش متجوز بتاع. قالت له لا، طب افتح الشقة. من هنا لهنا فتح الشقة عشان ما اطولش عليكم. فتح الشقة لقوا ست الحسن الجمال مستنياه. طب ليه ما فتحتش معايا حوار؟ والله معلش، والله انا ما عملتش حاجة حرام والله. قالت له خلاص الموضوع بالنسبة لي منهي، انا حاجز ذهاب وعودة. فعلا راحت شدت انا على المطار. فضل هوصلك طيب مش عارف ايه. هي واخده القرار خلاص خلاص، من على الابلكيشن طلبت عربيه، خلاص طلع على المطار، هترجع مصر. فعلا رجعت مصر. قابلت والده. بص يا حاج، بعد ما تصلي على النبي، ابنك طلع متجوز عليها في الغربه، وانا للامانه مش طبعا بالدموع وعياط ومش قادره تتكلم انتوا عارفين بقى الشغل بتاع الحريم. الله يكون في عونها، طبعا مش بتريق عليها يعني. راحت مصممة على الطلاق. المعلم ركب الطيارة وجه. لما هو قال له طيب تعالى نشوف الموضوع، وبعد كده أول ما جه، ليه يا ابني كده؟ أنت كده هتخرب بيتك، ليه بتتجوز؟ قال له يا حاج أصل أنا ما عملتش حاجة حرام، أصل الغربة، أصل الوحدة، أصل العذاب والكلام ده كله. قال له يا ابني طالما أنت كنت تعبان كنت خدت أولادك أولى إن هم يقعدوا معاك. معلش أنت بتتجوز ليه تاني على بنت الناس الغلبانة اللي مستحملاك، اللي شايلة الطين دي وشايلة عيالك؟ قال له يا حاج بقى والله اللي حصل. المهم اهلها جم مش عارف ايه، قعدوا يتكلموا، ما فيش حاجه حرام، لا ده كانت غلطه ان انا ما عرفتهاش، لا مش عارف ايه. مصممه على الطلاق يمين شمال 10 ايام في الموضوع ده. هتطلع يعني هتطلق. المهم لما لقى الموضوع يعني هي مصممه ان هي تتطلق، فراح مطلقها. وطبعا هي لها حق الاولاد والشقه والكلام ده كله. بس دي كل القصة إلا حاجة بسيطة بقى. المعلم اللي بلغها ليه قصة تاني معاها بعد الموضوع وبعد الطلاق، ايه هي؟ الله أعلم. سلام.